يلا يا كونامي، يلا بقى مره فرحينا. يا جدعان، يلا بقى مره فرحينا. اعملوا الطريقه دي هتنفع معاكم. هلا والله يا شباب، فيديو النهارده هنعمل تفتيح في اقوى باكج دفاع عندهم مهاره الارتقاء او الحصن الهوائي، واللعيبه دي لازم تجيبها عشان تقدر تدافع قصد مهاره البوليت هيدر اللي موجوده مع هالاند وموجوده كمان مع دروجبا ولاعيبه تانية كتير. فهندخل على طول على الفيديو النهارده، بس في الاول حابب افرحكم النهارده نعرض اسم الفائز الثاني معانا، فما تنسوش بقى توصلوا الفيديو ده 1000 لايك عشان نختار متسابق ثالث. فيلا بينا على الفيديو النهارده، يلا بينا يا شباب. طيب يا شباب، في الاول كده هندخل على ضربه الجزاء وبعد كده نستلم الهدايا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي مع بعض. فما تنساش بقى اللايك يا شباب، شجعونا كده ب 1000 لايك. طبعا ده هيشوطها فين؟ هنشوطها في النص ونشوف حظنا المره دي. الحمد لله جون. هندخل بقى على استلام الهدايا وبعد كده التفتيح. طيب هنستلم دلوقتي الهدايا. زي ما انتم شايفين معانا فتحه مجانيه معانا فتحتين يا جماعه مجانيه، فهنفتحهم مع بعض. ومعانا 1200 كوينز ولسه هنجيب كوينزات تانية. هندخل دلوقتي ريكارد يا جماعه نزل كمدرب. طب تعالوا نشوف كده بيدرب ايه. هنا معانا ريكارد بيدرب بقوه 88 في الاستحواذ و88 في كرات طويله، وده يعتبر اول مدرب يلعب بالاسلوبين دول. كان دايما كرات عرضيه ثابته مع اي حاجه من الاستحواذ او اللونج بول او الهجمات المرتده كويك كونتر. طيب بيدي واحده في ايه؟ بيدي واحده في التمرير المنخفض. هو ريكارد هيكون طفره يا جماعه، متهيألي انا ممكن اجيبه. هندخل دلوقتي على الباكج ونشوف كده. استلمنا هدايا، معانا فتحه مجانيه هنا، معانا باكج نجوم الاسبوع، معانا ايه تاني؟ معانا هنا معناش اي حاجه. في باكج تعاقد نزل جديد وهنتكلم عليه بعدين. ومعانا فتحه في دروجبا ومعانا فتحه في الباكج ده. طيب تعالوا نفتح كده في الباكجات دي ونشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. واحده هنا. هنبدا مع بعض التفتيح. لايك والشير ويلا بينا. هنا جالنا النسخه دي جامده جدا يا جماعه. حارس المرمى النسخه دي قويه، بيقابلني بصراحه بيعقدنا شويه، يعني بيدخل فيه اهداف بصعوبه. طيب هنا هيجي لنا بقى، يعني جالي صدقوني مرتين وبعته، يعني جالي مرتين وبعته. طيب كام نجمه ده؟ يا سلام، 5 نجوم. يا الحظ حلو والله يا جماعه. جالنا جون برضو تاني، انتوا واخدين بالكم؟ طيب هنيجي بقى للباكج العظمه اللي احنا محتاجين فيه لعيبه. بص انت، الميزه ان هنا المدافع ده بيلعب بيلد اب، تمام، وفان دايك بيلعب بيلد اب اللي هو بناء لعب. دياش بقى بيلعب محط. هو اعلى 2 اول 2، فهنجرب نفتح ونشوف كده هيطلع لنا مين. تتوقعوا كده الفتحه المجانيه كونامي تراضينا؟ طبعا صعب. مدياني 3 لعيبه من الفتحه المجانيه، انا عارف انها عمرها ما هتيجي. طيب هنفتح لغايه لما نوصل 900 ونضرب واحده ب 900. تمام يا رب يجي 4 نجوم. كام نجمه؟ 3. هنفتح واحده تاني، واحده كمان ب 100 بوش الرجاله اللي نزلت ضغط لايك. ودي يا باشا. هي مش مصفرة من جوه، ما انا ما اعرفش اللون ايه بيبقى من جوه في الشو تايم. ايه الاخبار؟ ايطاليا ماشي. 3 نجوم برضو. كمل واحده كمان ب 100. طب هندخل جوه الباكج كده ونضغط على ال3 لعيبه اللي تحت. ال3 لعيبه ربما الحظ يعني يكون افضل شويه. يلا ودي يا كنا اهلا، وديتينا لاعب بقى تبقى عملت معانا الصح. لا يعني ما فيش. طب هنبص عليه كده. 3 نجوم برضو. طيب اخر فتحه وهنفتح واحده ب 900. هندخل جوه الباكج 3 مرات وبعد كده نفتح رجاله ونشوف حظنا عامل ازاي. معلش عندي برد فاعذروني. يلا يا كونامي، يلا بقى مره فرحينا. يا جدعان، يلا بقى مره فرحينا. اعملوا الطريقه دي هتنفع معاكم يا ربي. فان دايك مين. طب مش مشكله اي حد يجي منهم. هي دي العظمه من الكوينزات بسيطه وقدرنا نجيب لاعب. واللعيبه دي لازم تكون معاك رجاله عشان تسد قصد. يعني عندك هالاند وعندك دروجبا، فالموضوع صعب. الحمد لله يا شباب، تمام. لاعب كويس، اي فيهم اي لاعب كويس. طب ده احنا هنجربه. وقفنا على 900 مش هنفتح تاني. حلو قوي، احنا وصلنا للي احنا عاوزينه. لايكاتكم بقى يا رجاله، لايكاتكم. دي تشكيلتنا. طبعا زي ما انتم شايفين ديليخت يا جماعه بقى حرف دي، يعني مش هيلعب معانا كتير، فعاوزين ننزل بقى اللاعب ده. تعال نجيب اللاعب اللي احنا لسه متعاقدين معاه، لاعب اسطوره يا شباب. تعال نضغط هنا تعاقد مركز السنتر باك اهو. تعالى. طبعا نزلنا جوناثان طافه. هنشوف بقى عمك جوناثان بقى، هنطوره مع بعض ونشوف كده الاخبار ايه. طب يا جماعه بعد ما عملنا اوتو فادينا التطويره دي الاوتوماتيك. لسه هنظبط له تطويره مع نفسنا، بس هنتفرج على الطاقات. بالنسبه لي بيكون بقوه 103 ولسه ما اديناهوش البوستر الثاني.
تقريبا اللعيبه التانية بتكون 105. ده يعتبر اقل لاعب، مش مشكله. المهم كونامي فرحتنا ب 300 كوينز، يعني مش حاجه يعني. طيب بالنسبه للطاقات يا شباب، الهيدنج عنده 88، وعي الدفاعي 98 96 98 96. يا رب يكون سريع، اتمنى ان انت تكون سريع. السرعه 79 مش وحشه برضو، يعتبر 80. ممكن نديله البوستر الثاني في السرعه. تمام. عندنا القفز 95، القوة الالتحام 99، ودي حاجة كويسة جدا. عنده بقى مهارة الحصن الهوائي، استنى اوريكم هنا، الصد الجوي. يعني دفاعي يعني. تعالوا بقى الحصن الهوائي، ودي المهارة اللي احنا محتاجينها في فيديو النهاردة. طيب دي تشكيلتنا، تعالوا نخش كده نجرب ونشوف هنعمل ايه كده مع المنافسين. هننزل النجم ويلا بينا ندخل مباراة ونتفرج على أداء اللاعب. انا شايف انه لاعب اسطوري. طبعا انا كنت ديفيجن 1، رجعت ديفيجن 4، وطبعا زي ما انتم عارفين تصنيفي كان اوريلكم، كنت 444 على العالم. ده التصنيف يا جماعه بتاعنا، 444 على العالم. تعالوا ندخل كده ديفيجن ماتش ونشوف اداؤه اخباره ايه. ربنا يستر. طبعا البطاريه بتاعت الموبايل وقع خالص، فمش عاوزين اول مباراه كده نجربها للاعب نخسر. البطاريه عندي 11%. هدخل ماتش عشان خاطر عيونكم، عشان اجرب المدافع ده، هشوف هل في الدفاع قوي جدا ولا لا، فهنشوفه مع بعض. وجالنا اول منافس، وطبعا خدوا بالكم المنافسين اللي بيجوا دولت بيكونوا بيلعبوا على التصنيف، فبيبداوا بدري فيخشوا. فاي حد هنقابله فاعرف ان هو محترف جدا وتشكيلته بتكون قويه. تعالوا نبص على تشكيلته. الراجل ده اكيد بيلعب على تصنيف تمام. تشكيلته بيلعب ب 4-2-3-1، وعنده جاريس بيل، يعني افضل مهاجم عنده. وطبعا زي ما انتم شايفين سهم جوناثان كويس جدا. فتعالى نشوف كده اخباره ايه على ارض الملعب. يلا بينا يا رجاله، يلا نجرب كده مباراه على السريع كده. خش يا حبيبي، يلا يا رجاله هنبدا مع بعض. يلا يا عم جوناثان، ورينا بقى في الدفاع هتعمل ايه. جوناثان اهو، هو طبعا يتميز في الرفع، فهو لو قابلنا حد بيرفع في جوناثان يقف معاه. يلا الكرة مع ميسي، ميسي راح، ميسي دخل جوه المنطقة، يلا باصي واحدة والتانية، وميسي دخل جوه المنطقة. قلنا من بدري راح ميسي والشوطة من ميسي وجون. وانا قايل ميسي دخل جوه المنطقة، وطبعا واحد بيقول لي ده انت في نص الملعب يا باشا. انا فاهم انا بعمل ايه، وفاهم انا بقول لك ايه. ميسي دخل جوه المنطقة. الهجمة الأولى جون. طبعا الراجل بيلعب جليتش حلو. طبعا ايتو معاه، ايتو سرعة 100 يا باشا. هو بيهاجم بثلاثة، وخد بالك هنا اهي بسرعة اقفل بقى. جوناثان عدت من جوناثان. حرام، اهي غلطة مننا في المدافع. هي الغلطة بجون مع الناس دي، ما تهزرش. لمسة، والناحية التانية في الثرو، اطلع روح. حلوة. جوناثان وقف كويس. ثرو كرويف، خد الوان، خد. يلا ميسي، حط ميسي، حط بقى، حط يا راجل. كمل اخوك. يا حظك ما يعديش بقى، يا ابن الذين بيلعب. خلاص يا عم، خلاص يا سيدي، ده كرويف اللي جاي جنبك. جون يا باشا. لا دي جون والله، يا حرام. حطها بقى يا راجل. محظوظ الراجل ده، 6 شوط ما عملش حاجة. حرام، استحواذ لينا وكل حاجة لينا، بس هو محظوظ. في النص، في ثرو. حطها بقى. ايوه بقى يا جدع، دي انت ايه. تعال نعمل الترا ديفنس دي واحدة. يا نهار ابيض، الترا ديفنس يست. يا ده جلتشاوي يلا. حلوة، راح. ديله يا ايتو. تعالى يا باشا في الدقيقة، انا اللي شريطها في الدقيقة. خلاص كده الماتش مات منك يا صاحبي. خلاص. تعمل ايه، الماتش مات منك. خلاص يا باشا، الماتش خلص. انت لسه عندك امل. يلا ميسي، سيبك من كارلوس يا راجل. وحط جون في نفسه الراجل من يأسه، فحط جون في نفسه. الراجل بيرجع الكورة، يجيب جون في نفسه. الراجل اللي ناوي يجيب جون في نفسه عاوز ينسحب. خلاص هتعمل ايه يا باشا، طب انا اعمل لك ايه. طبعا وادي الجون التالت يا شباب. الماتش طلع، الراجل انسحب بفرق 6 أهداف. انت الفائز. طب ما طرد الخصم. طب انت مش عارف تلعب، انت اعمل لك ايه. 5، والجون التالت اتطرد فيه، وسمير طلع.
طب يا شباب انا شايف جوناثان كويس جدا، ودي كانت حلقتنا النهارده. لسه نشوف له البوستر ندوله. تعالى نديله اي بوستر. تعالى معانا بوستر كده عشوائي، اللي يجيله احسن من مفيش. حمل الكرة دورها ايه؟ الاستحواذ، المساحات الضيقة، والسرعة، والرصد. تعال نبص عليها كده. خليته 104 اكيد، 103 برضو. طالما اديته واحدة في السرعة فانا موافق بيها. واحدة في السرعة واديته واحدة في الرصد، ملاش ده لازمة يعني التوازن ده والجري بالكورة، بس المهم اديته واحدة في السرعة فهنخليها دلوقتي بشكل مؤقت. تمام، هي دي كانت حلقتنا. يا رب الفيديو عجبكم. اشوفكم حلقة جديدة، الى اللقاء في حلقات قادمة.